النهاردة هقدم لكم طريقة مميزة جدا في تحضير الفراخ المشوية في الفرن. الطريقة دي أكتر طريقة بحضرها في البيت وبتعجبهم جدا، لأن الصوص أو التتبيلة بتاعتها مختلفة عن تتبيلات الفراخ المتعارف عليها. يعني بعيدا بقى عن الحليب والزبادي والطماطم والصلصة وكل الحاجات دي. طريقة النهاردة مختلفة وطعمها وريحتها حرفيا رهيبة، وتقدروا تعتمدوها في العزومات الكبيرة، وكل اللي هياكل منها هيسألكم عن الطريقة لأنها فعلا تنافس المطاعم الكبيرة. الفراخ دايبة ومستوية على الآخر. جربوا الطريقة دي هتعجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وتشاركوا كمان الفيديو مع أصحابكم. ويلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. أول حاجة هنحضرها مع بعض هي التتبيلة. هنجيب طبق ونحط فيه ربع كوباية من عصير الليمون الفريش، مع ربع كوباية من زيت الزيتون أو الزيت النباتي، معلقة كبيرة من الخل الأبيض، وهضيف كمان معلقة كبيرة من عسل النحل. ما تقلقوش، الطعم مش هيكون مسكر خالص، ولكن عسل النحل بيدي لون حلو وطعم كمان حلو جدا. نرجع بقى نضيف المكون الأساسي وهو معلقة كبيرة من الثوم المفروم ناعم. هستخدم كمان بشر ليمونة صغيرة من غير الجزء الأبيض، بشر الليمون بيدي طعم وريحة حلوة جدا. هستخدم كمان معلقة صغيرة من بشر الجنزبيل الفريش، بيدي برضو طعم وريحة حلوة جدا مع الفراخ، ولكن لو مش متوفر الفريش يبقى البودر. هرجع بقى أضيف البهارات اللي هي معلقة من الملح، الفلفل الأسود، الثوم والبصل البودر، بهارات الفراخ، معلقة صغيرة مليانة من الكزبرة الجافة، ومعلقة صغيرة من الزعتر الجاف. ولو في أي بهارات انتوا بتحبوها تقدروا تحطوها في المرحلة دي. أقلب بقى التتبيلة كويس جدا جدا كده مع بعضها. ودلوقتي بقى معايا حوالي كوباية كبيرة من البقدونس الفريش، غسلته كويس جدا وهنستخدم الأوراق بس من غير العيدان. نفرمه فرم ناعم كده بالسكينة، أهم حاجة إن الأوراق بتاعته ما تكونش كبيرة. هستخدم كمان بصلاية واحدة كبيرة، استخدمه كده حجم كبير. البصل مع الفراخ بيبقى طعمه حلو جدا، ممكن تستخدموا كمان بصلتين بس أنا هستخدم بصلاية كبيرة. هقطعها كده شرايح بنفس الشكل ده، وأفرد كده شرايح البصل عن بعضها. ابتدي بقى اضيف البقدونس اللي فرمناه على التتبيله، واقلب بقى التتبيله كويس جدا جدا، ومن دلوقتي ريحتها في منتهى الجمال. كده خلاص التتبيله بتاعتنا بقت جاهزه. انا هستخدم 4 قطع من اوراق الدجاج، طبعا غسلاهم كويس جدا ونقعيهم حوالي نص ساعه في المحلول الملحي. نقدر نستخدم دجاجه كامله ونقطعها ل4 أو 6 أو 8 زي ما انتوا عاوزين. نقدر كمان نستخدم الصدور بس او الدبابيس بس، زي ما انتوا بتحبوا او زي ما هو متوفر عندكم في البيت. اهم حاجه ان احنا نغسلها كويس جدا. بعد ما صفيتها من المحلول الملحي، هضيف عليها 3/4 كمية التتبيلة، وابتدي بقى أغلف الفراخ كويس جدا جدا بالتتبيلة من فوق ومن تحت وما بين الجلد واللحم، علشان طعمها يكون حلو وريحتها كمان تكون حلوة جدا. كده مظبوط قوي. هجيب بقى صينية اللي هتدخل الفرن، أحط فيها البصل كده وافرده كده في أرضية الصينية. وبعد كده أضيف بطاطس بيبي كده بنفس الشكل دوت. أنا بحبها جدا وبحب طعمها قوي، لأن أنا بحب طعم البطاطس الطبيعي. ولكن لو مش متوفر عندكم البيبي تقدروا تستخدموا بطاطس كبيرة وتقطعوها لمكعبات كبيرة، مفيش أي مشكلة خالص. أرجع بقى أضيف كده باقي كمية التتبيلة، وأغلف بقى البصل والبطاطس مع بعض كويس جدا جدا بالتتبيلة. وفي المرحلة دي نقدر نضيف أي نوع من أنواع الخضار اللي احنا بنحبه. وبعد كده بقى أبتدي أرصص كده الفراخ على البطاطس من فوق. هرجع أضيف بقى التتبيلة اللي كان فيها الفراخ، أضيفها كده على وش الفراخ من فوق، أغطيها كده كويس بالتتبيلة. وبعد كده أجيب ورق زبدة أكرمشه كده بنفس الطريقة وأغطي الفراخ كويس جدا. وبعد كده أغطي صينية كلها بورق الألمنيوم. هسيبها كده في التتبيلة وكل الحاجات الحلوة دي كده مع بعضها لمدة كده نص ساعة أو ساعة إلا ربع بالكتير، أو يعني هو كفاية نص ساعة. وبعد كده الصينية تدخل الفرن أول نص ساعة على أعلى درجة حرارة. لازم درجة الحرارة أول نص ساعة تكون عالية جدا. وبعد كده ههدي درجة الحرارة درجة حرارة متوسطة، وطبعا الصينية تكون في الرف الأوسط، وهتقعد ساعة كاملة. يعني في المجمل هتقعد في الفرن ساعة ونص، بس لازم أول نص ساعة على أعلى درجة حرارة. كده خلاص الفراخ استوت معانا تماما، والبطاطس كمان خلاص بقت مستوية. بندخل كده فيها السكينة بنلاقيها خلاص دايبة خالص. كده مظبوط قوي.
أرجع بقى أضيف حوالي معلقة كبيرة من السمنة، ويا سلام بقى لما تكون سمنة ليها طعم وريحة حلوة جدا، هتخلي طعم الفراخ والبطاطس حلوة جدا. أدهن كده الفراخ والبطاطس بالسمنة، وأرجع أضيف كام عود كده من أعواد الزعتر الفريش، لو مش متوفر مش مشكلة خالص. وناخد بقى صينية ندخلها تحت الشواية لمدة كده 3 أو 4 دقايق لحد كده ما البطاطس تاخد لون والفراخ كمان تاخد لون وتقرمش معانا بنفس الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. أنا مش قادرة أوصف لكم الريحة كانت جميلة قد إيه، حقيقي في منتهى الجمال. أول لما تطلع كده وهي سخنة ندهن كده الفراخ والبطاطس بكل الصوص والحاجات الحلوة اللي نزلت منها، بتديها لمعة حلوة وطراوة حلوة جدا. شايفين شكلها في منتهى الجمال إزاي؟ والقشرة اللي بره متقرمشة وطعمها يجنن. أنا قدمت مع الأكلة ديت رز مصري أبيض عادي جدا، كنت شايفة إن نوعية الرز ديت مناسبة جدا مع طريقة الفراخ ديت، ولكن تقدروا تقدموها جنب أي نوع من أنواع الرز اللي انتوا بتحبوه. نحضر بقى الطبق بتاعنا، نحط كده كمية من الرز، وبعد كده بقى نحط الفراخ ونحط كمان البطاطس. عاوزة أقول لكم إن البطاطس دي حرفيا تجنن، القشرة اللي بره متقرمشة وجميلة جدا ومتبلة، ومن جوه كده طعم البطاطس الطبيعي حاجة حلوة قوي. وما ننساش طبعا الصوص الجميل اللي نزل من كل الحاجات الحلوة ديت، نغطي بيه كده الفراخ والبطاطس. زينت الطبق بتاعي بأوراق كده بسيطة من البقدونس. بصوا الطبق يجنن ازاي، شكله حقيقي يفتح النفس. البطاطس مستوية وطعمها حلو قوي، والفراخ اللحمة بتاعتها دايبة ومستوية على الآخر، وحقيقي الطبق شكله يجنن. لازم تجربوها بالطريقة ديت وصدقوني هتعجبكم جدا جدا. وبس كده، وصفة النهاردة خلصت. أتمنى أن الوصفة تكون سهلة وبسيطة عليكم. أنا مستنية رأيكم فيها وأشوفكم إن شاء الله على خير. بألف هنا وشفا وباي باي.